99 حضرت على اول دولار جاب تسجيل قلت انا استحق المصري ممتاز. هل انت خدت على اول دولار؟ لا حقك ترتاح. لا كل ده يعد تصفيه ده خطا. ما ده اللي انا بقوله. انا قلت في شركات طبقت وشركات ما طبقتش. هذه الحالات لازم النظر اليها. ما فيش حاجه اسمها خد 98 يبقى ما ياخدش تاني. لا كلام مش مظبوط. اتفضل يا اتفضل يا شباب. واخد بالك؟ ودلوقتي احنا عندنا مشكله كبيره في مشاكل في نص الناس بتسببها ودي العامه والمساعد ودي قاعدين واحد معظمهم حصل في الحياه الوظيفيه عليها وظيفتين حتى فينا محمود الشرطابي وحاسب كان جاي واخد بالك وعدت النظر في القرار بتاع 2003 واخد بالك والناس اللي هي شغاله واحد تماما يوم 7/2 مع الاستاذ محمد مصطفى في العيله بحث ودراسه حالة الناس دي. يعني في واحد تاريخه الوظيفية كله حصل على علاوة واحد حصل على علاوتين 33 سنة حرام. أنا كاس معاد دراسة الاتصالات بتاع سنة 2003 والناس اللي سافرت الناس دي أنا أعرف حضرتك واخد بالك وأشكرك إنك أنت جيت السويس ومجلس التنفيذ وكذا العز والاستشارة والناس كلهم ناس حسن حافظ تتبنوا هذه المشكلة واخد بالك مع سيادة وزير البترول اللي أكبر من رئيس الهيئة. المشكلة دي أكبر من رئيس الهيئة. لازم واخد بالك حد حاسب مع سيد وزير الشبكه كمان اذا كان هيدي لازم مش هيدي. لو مش هيدي للناس دي من بكره هتعتصم بالشركات واخد بالك 11 شركه قطاع عام يعني واخد بالك الناس يوم 30 سنه ما خدش على البيت 30 سنه خد عليها ازاي؟ العهد مين؟ واخد بالك الراجل الجديد دلوقتي مع احترام مين؟ واخد بالك يزيد وياخد 7 علاوات او 6 علاوات ازاي ناس يقول لك عشان خدت علاوه؟ بالراحه بس يا شوقي اعرض المشكله عشان انت كده لما تعرض المشكله اعرض الموضوع. احنا بنجمع المواضيع طالما الموضوع موجود عند محمد مصطفى احنا هنتناول. يعني المذكره موجوده عند محمد مصطفى. يا جماعه في استاذ محمد سعفان انا معاه 96 راجل محترم راجل طيب اشكرك وشرف بالمقام العام المترأسة. احنا قدرنا من واحد فوز عبالي واحد عمل القاضي واخد بالك خلاص يا شو مش عايزين نتكلم في الماضي. مش عايزين نتكلم في الماضي. عينيك اتكلم انت قاعد احنا بس عايزين ندي الفرصه لاكبر عدد يا شوقي. يعني الراجل واقف قول ربنا يبارك فيك. ايمن فين؟ احنا معاكم تسلموا لي ربنا يبارك وهذا يعني خلاص الشيخ بقى اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم الصلاه والسلام. ارحب باسم العاملين بقطاع البترول بالسويس بالسيد محمد سعفان رئيس الاداره العامه. مرحبا بكم على ارض الصمود، ارض الابطال، ارض السويس. اولا عمال البترول بشكل سوء البترول والمشتركات الشقيقه. اولا موضوع علاج الاسره. علاج الاسره ده من اخطر المواضيع اللي بنعاني منها في قطاع البترول. العامل يودي ابنه ولا زوجته يدفع 5000 جنيه ولا 6000 جنيه يدوخ السبع دوغات عشان ياخد جنيه. ظلم واقع على العاملين في قطاع البترول. وانا بايدك يا اشرف في الكلمه دي. انا بايدك في الطلب ده. ثانيا العامل اللي طافح الدم في الاجهزه يخش المستشفى يجي النقابه انا بنزل له كعادي نقابه عشان اديله 50 جنيه. ازاي العامل اديله 50 جنيه عشان دخل المستشفى وعمل عمليه؟ يجب سياده الاستاذ محمد سعفان رفع هذه النسبه. ثانيا العامل والده يتوفى
او زوجته او ابنه اديله كام؟ 100 جنيه. 100 جنيه يعمل ايه يا استاذ محمد؟ ده جايب كيلو لحمه. إعادة النظر في رفع هذه النسبة. احنا اشرف بنعيد النظر في اللائحة الإجمالية للنقابة العامة ولائحة النظام الأساسي اليومين دول. برضه كل الكلام ده هينظر فيه. كمل لا كمل ماشي بس كمل. حاضر قول يا اشرف. قلنا الجنازة وبرضه العامل لسه متعين بقاله سنة وربنا كرمه واتجوز. يجي لي النقابة اقول له صور لي الورقة واديله كام؟ 100 جنيه ولا 150 جنيه. يجب يا اشرف طالما انت فتحت الباب دوت انا بعرض على الزملاء ان النهارده الاشتراك بتاع النقابه اصبح مبلغ ضعيف. ال 4 جنيه ما يقدروش يجيبوا اي حاجه من الزكاه. اذا كان وإعادة النظر لحظة واحدة يا جماعة هنتكلم والله يا استاذ محمد في ظل الظروف اللي بتعيش في البلد ارجوك بلاش صفحه الشكوى. اكمل حضرتك ثانيه واحده عشان معايا بس. قول يا شيخ قول. بص يا حبيبي اقعد بس الاول انا هقول لك 4 جنيه لحظه واحده عشان ارد عليك. طالما طلع حاجه لازم اسمعها صح. اولا النهارده حضرتك ال 4 جنيه اللي حضرتك بتدفعها لو في المصيف اي زميل من الزملاء ماليش دعوه انت مش عايز ده موضوع تاني. انا بكلمك عن اللي بيستفيد. يا حبيبي محدش حرمك ان انت ما تستفيدش. محدش النهارده قالك ما تستفيدش في المصيف. محدش قالك ما تقدمش في المصيف. خلاص لحظه واحده بس. النهارده لو واحد خد فرصه مصيف واحد المساهمه بتاعت النقابه فيها تصل الى 400 جنيه. 400 جنيه يعني اشتراك 100 شهر. تمام؟ 100 شهر يعني كام سنه؟ تمام؟ ادي اللي انت بتتكلم عليه. بالاضافه لحظه واحده كمل بقى. قول انت عايزه. دي نمره 1. نمره 2 احنا زي ما بنقول في اعاده نظر للصيانه للناس في المرحله اللي جايه. يعني مطلوب ان احنا نعيد النظر في الخدمات اللي تقدم للعاملين في القطاع من خلال نقابتهم العامه. تمام؟ عشان الناس لازم تحس بالقرب من النقابه العامه ومش هتحس هذا القرب في اليومين دول الا بالخدمات الاجتماعيه. تمام؟ الخدمات الاجتماعيه لما بتعرض على سعادتك هتستفاد. تمام؟ اتفضل. استاذ محمد العمليه كعامل لغوي. انا دلوقتي انا شايف وانا كعامل في نص النقابه العامه او النقابه جوه الشركه الاداريه 2000 3 بس. لو انا قايل هذا وبعمل زياده انت ما عندكش نقابه اساسا دلوقتي. ده موضوع احنا دلوقتي الحاج هو اللي فتح واحنا بنتكلم. اقعد بس. اقعد هكلمك وانت قاعد. حبيبي هنتكلم عشان انا برد عليك عشان تبقى انت عارف. طيب اقعد يا استاذ محمد. لحظه واحده اشرب بس عشان ارد عليه وبعد كده كمل انت. اولا النقابه العامه واللجان النقابيه دورها طبعا للعامه كلها. الدور الرئيسي للنقابات هو الحفاظ على حقوق العاملين. دي نمره 1. نمره 2 تقديم خدمات اجتماعيه لهؤلاء العاملين واسرهم. تمام؟ ادي الادوار اللي المفروض النقابه بتقوم. انت بتتكلم على مشكله عندك ممكن النهارده انا يكون في شركتي مفيش عندي او اعضاء النقابه اللي موجودين عندي يكون عندهم نوع من انواع عدم الاداء القدره على الاداء. ده ما يصيبش التنظيم بالكامل بالشغل. لا، في لجان نقابيه اخرى السويس زي بترول لجنتها النقابيه على مر العصور ماشيه ومستمره ويمكن انتوا اقرب ناس وعارفين اللي بتشوفوه عندهم. ففي احتكاك بين العامل وبين النقابه. انت جايز فعلا ما كنتش بتحس بالكلام بس زي ما قلت للحاج احنا مش عايزين نتكلم في الايه؟ في الماضي، عايزين نتكلم بقى بكره وبنرسم بيه برضه خريطه بكره. انا باخد منك دلوقتي اكمل. طيب انا ما قطعتش عليك. انا باخد منك دلوقتي عشان ابني اللي انت عايز تعمله ايه؟ ابني الخطا اللي كان موجود واعرفه لك عشان لما اجي لك المره الجايه تقول لي الله ينور عليك انت عملت لي كذا. ماشي؟ محمد
اللي عايز يصحى يقول. بعد اذنك انا عايز اقول حاجه بس مش انا مش هشرح اي مشكله، ولكن بقول ان اي زميل بيطرح مشكله بتمس كل البترول، فبالتالي المقاطعات لما يجي الدور كل واحد يقول رايه عشان احنا عايزين يا اشرف خلص حدك عشان نكمل ما كملش. حلو يا محمد. لما كان سياده الوزير اسامه كمال شرفنا في الشركه وحضرتك موجود، قال لحضرتك قدام الناس وقدامي يا سعفان خلاص كده عملت ايه بدل تخصص ال 25%؟ قلت له يا فندم احنا خلاص قربنا نخلصها، الكلام ده عدى عليه اكثر من 40 يوم لغايه دلوقتي 25% بدل التخصص ما خدناهاش. بص يا اشرف كمل الاول انا هرد عليك برضه مره واحده. ادي زي ما قلت لحضرتك علاج الاسر 25% بقى التخصص، رفع النسبه او قيمه الزواج والوفاه والجلسات. تاني حاجه الناس اللي اتظلمت في علاوات الجيش، نزل قانون 127 لغى القانون القديم، اصبح عندي كم هائل من بعض زملاء العمال ضيع عليه نسبه علاوتين، ودي نسبه كبيره من الشركه. كل يوم يجي لي مشوار كل انا اعتصم انا اعمل اضراب اشمعنى زمايلي دول علاوتين جيش وانا ما خدتش؟ اذا ما كانش في حل انا دلوقتي بعمل لك العلاوتين الجيش طلعوا منه والقانون قيمه اكبر سدد من عقله. قول لحضرتك يا استاذ محمد اديله علاوه جداره عوضا عن علاوتين الجيش اللي ضاعوا منه. ودي من حضرتك ايوه حضرتك بعد اذنك النهارده عندك موضوعات وجديده برضه وابعتها لي عشان نتمنى الحلول الصريحه. يعني انا كمشكله بص يا اشرف انا كمشكله بسجلها اهو، لكن انت بتقترح حلول. يا اشرف كلمني انا يا اشرف. بعض عمال المنام اللي قدروا موافقه بالتعيين لغايه وقتنا هذا لم يتم تعيينه. نحب نعرف من حضرتك ونفصل حضرتك السلطه للساده المسؤولين عليها لماذا لم يتم تعيين هؤلاء العمال الى وقتنا هذا. وشكرا لحضرتك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماشي لو سمحتوا الراجل النهارده جاي ده الراجل جاي بمشاكل اساسا عنده في النقابه العامه للحفاظ على النقابه العامه وقيامها. لابد من مسانده القطاع كله للراجل ده. الراجل ده بمشاكل بيواجه اتحاد عام اتحاد عام لإحالة مجال وقيام النقابه العامه للحفاظ. لابد من مسانده. الراجل على امر سبيل يبقى احنا بنديله فرصه نديله فرصه لو سمحت انا عايز افهم بس لو سمحت يا احمد اقعد يا احمد احنا بنتكلم بعصبيه ليه؟ احنا اولا يا جماعه لحظه احنا اولا اي حد انا قلت انا قاعد مش شايف خلاص انت عايز اي حاجه انا هسمعه. كل الناس لازم تتكلم. تمام لو سمحتوا يا جماعه كل واحد عنده حاجه لازم يقولها. بصوا يا جماعه بعد الصبح هقول حاجه هريح. بصوا يا جماعه يا ايمن يا حضرات هنصلي على النبي. الاخ اشرف اتكلم قال الكليه بتاعته هناخد اللفه كده بعد ما تخلص يعني هو هيجي لك كده اخلص يعني ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابو وليد
الله الرحمن الرحيم. نشكر حضرتك وعلى الزملاء لنا فرصه ان احنا نقدر نتكلم. المفروض ان احنا كلنا نستمع لبعض. دلوقتي حضرتك انا متعين من سنه 2000 كان معايا معهد فن صناعي، راح عليا معهد وراح عليا كويش. دول الاخوه والزملاء اللي انا بحييهم العماله المميزه اللي جعلت لنا فرصه ان احنا نتكلم في مشكلتنا. تعالوا عليك. برضه والجماعه دول بعد 4 سنين تعيين. حاليا احنا كمان زي 4 سنين تعيين دبل معهد احنا مش معهد. المشكله الاستاذ نصر مهندس رضا متجاوب معانا. الاستاذ نصر جاب لنا قضيه ناس كانت معاها 100 سنين وبالنسبه لي عليها اصابه. طب احنا من حقنا العقد شرعيه المناقضين. الناس دي اتعينت بعد 4 سنين، بعد 4 سنين بتحسب لهم المعهد، وبالتالي لازم تحسب لنا. انا بقالي سنه حضرتك بجري من هنا لهنا ومعايا مجموعه من الزمايل، لا فكرنا ان احنا نعمل اعتصام ولا فكرنا ان احنا نغلط في حد ولا فكرنا نعمل اي حاجه. ها قعد سنتين وطبعا ده التاني ضيع عليا الجيش، ضيع عليا الجيش ونفس كمان اللي أذهب إن دلوقتي إحنا مقبلين يولد الروح واحد مش عايزين نوصل لدرجة ان شاء الله. كمان يبقى الزميل ديت معايا أصر له مع الفن البداية في وظيفة فنية وأنا إيه المفروض بتكلم يا عم يعني ما عندكش مشكله فيه. ببص الفنانين دول عمالين ينادوا عليا مش عايز اقول يا دكتور محمد سامع في 5 عمال او 6 عمال في ورق ايقاع عند حضرتك. انت بتتكلم بس ده دلوقتي الحاجات المشاكل اللي موجوده لازم بسرعه. يعني الزملاء في السويس هيقدموا للاستاذ حسن والاستاذ محمد فاروق الورق اللي عندهم باسامي الناس اللي قاعدين ضمن المحاضرين. في حد منهم عنده نفس المشكله نعمل حصر يا استاذ محمد حضرتك كلها فتره زمنيه ازاي؟ لان انا بقالي سنه وثلث بس كان الواحد طب انا لسه هاخد منك الورق دلوقتي. هاخد منك الورق دلوقتي. عايزين بس واحد من الزملاء ياخد المايك ويبتدي يمر على الناس واحد واحد. خلاص بعد اذنك. قول يا شيخ انا سيبوه تعالى قرب عليا تعالى. السلام عليكم. بعد اذنكم يا جماعه، يا استاذ الفاضل، يا معمل، يا ساده اصحاب الدعوه، برجاء القعده دي هنفضفض فيها ولا هنوصل لحلول؟ كده احنا بنفضفض زي كل قعده